السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب، عليه أفضل الصلاة والسلام، على خير الأنام. كي راكم الزينات؟ إن شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا الوصفة اللي جبتها لكم اليوم، وصفة تسخف يا ضرب مع البرد. جبت لكم البرد يجري مطلوع في الشباب. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، تابعوا معايا للآخر. هنايا الوصفة فيها كاس ونص، مقادير بسيطة موجودة في كل بيت. كاس ونص تاع فرينة نغربلوه بيان سور، وكاس ونص تاع سميد الرطب، كاس ونص تاع سميد الرطب. اللي ما تبغيش تخدم بالسميد تقد دير كاع فرينة، ولا دير نص كاس تاع سميد وما تبقى كاع ديره فرينة، شغل تقسم المقادير. المهم انا عندي هنايا كاس ونص كاس ونص فرينة وكاس ونص سميد يليق يكون رطب، الخشين ما يجيكمش، يجيكم عاصي. هنا درت فيها مغرف خمارة تاع الخبز، مغرف تاع السكر، ونخلطوهم غايه، ندخلوا لهم الهواء كما نقولوا حنايا، غير بالفوي ولا هكا بيديكم نورمال. نزيدوا هنايا مغرف صغيره تاع الملح، وهنا غادي نديروا الخل، مغرف خل يعاوننا كي تكون عندنا السميد، الخل يعاوننا باش السميد يتنفخ لنا غايه، يعطينا الطوع. وهنايا مع الخل نزيدوا 2 مغارف تاع الزيت، ونلمو كاع هذا الخليط اللي درناه بكاس ونص تاع الماء يليق يكون دافي. والسر تاع هذه الوصفه اللي هي الفرشيطه، يليق تدور به هذا الخليط بالفرشيطه، يليق تدور به غايه بالفرشيطه، هكا تقعدي تضربي فيه كما نقول حنا، تدخلي له الهواء، ضربي غايه سيداتي، ضربي وقولي ما ضربتش. هنا من بعد ما ضربته غادي نخليه يرتاح. هاد العمليه اللي درناها تاع نضربوه ونخلوه يرتاح نديروها 4 خطرات ولا 5 على حسب انتي ووقتك. انا خليته 4 خطرات، الخامسه من قرصته وخليته يتنفخ. هاد العمليه درتها 4 خطرات، وما زعما ماشي حاجه ما يرتاحش، نقولوا حنا تمتم يطلع. كي تشوفوه طلع ديك شويه عاودي هوديه، تشوفيه طلع تاني ديك شويه عاودي ضربيه كيما هكا وخليه يرتاح. انا كي درت هذيك العمليه 4 خطرات، هنايا جبت السنيد تاعي ودرت فيه السميد. شوفوا كي يخمر ما يطلعش زعما حاجه، بصح تمتم يطلع لكم. هنا درته ديبول صغار على حسب نتوما المطلوعه شحال تبغوا فيها، تبغوا تكبروها تبغوا تصغروها. انا درتها موين، الحبه تاع المطلوعه درتها موين، ماشي كبيره وماشي صغيره. قرصتهم هكا، غادي نخليهم يطلعوا هكا يخمروا. ومن بعد انا ما عنديش هذوك تاع المطلوع تبيله ما شاء الله ونشري، حطيت غير في هذيك تاع لي طاخت اللي نمونطي عليها لي طاخت، باسكو مدوره وكاع تعاوني باش نحط الحبه تاع المطلوعه في الطاجين. قرصتها هنا بعد ما طلعوا لي في السني، عاود قرصتها هنايا فوق شويه تاع سميد، ومن الفوقه تاني نديرو السميد باش ما يلصقناش. فوالا نهودوه هكا، نقرصوه غايه ونخلوه تاني يخمر غير هذيك واحد ما با ربع ساعه، واحد 10 مينوت ولا ايا، ونحطوه في الطاجين تاعنا ولا في التراده ولا اللي عندك. ولا شوفوا كيفاش يجي منبل، يجي منفخ من الداخل، يجي هكا مهاوي، يجي شباب. كي تشوفوا الحاشيه هايله وصفه تاعنا لنهار اليوم.